ازيكم يا جماعة. لو بتيجي تشغلوا التريد ميل، الناس اللي بتيجي تشغل المشاية تيجي تطلع على السير كده، المشاية شغالة اهي. تيجي تطلع الناس اللي بتيجي تشغل المشاية بتيجي تطلع على السير بيقف بالشكل ده. تيجي تنزلوا من على التريد ميل السير بيتحرك. طيب ايه المشكلة دي وايه حلها؟ هي مشكلة بسيطة وهقول لكم هتحلوها ازاي، ودي التعليقات اللي جاتلي. وعملت الفيديو ده علشان استاذة طلبته مني امبارح، استاذة هديفة مامو او هديفة مامو، اسم جزائري، واسف لحضرتك لو نطقت الاسم غلط. واحلى تحية للجزائر وناسها الحلوين، الجزائر الطيبين الحلوين. وطلبت مني الفيديو ده انزله على القناة علشان اساعد الناس اللي بتواجه المشكلة دي، وعلشان هي تعرف تحل المشكلة دي ازاي. انا هقول لكم تحلوا المشكله دي ازاي. بيجي مع التريد ميل مفتاح الان كيك كده شبه حرف ال بالانجلش، تمام. بيبقى فيه في اخر السير من ورا كده، بيبقى فيه 2 فبرة بلاستيك يمين وشمال، تمام، يمين ويسار كده. فبتدخلوا المفتاح في بيبقى في مسمار جوه هنا جهة اليمين والشمال. دخلوا المفتاح في جهة اليمين هنا، تمام. تبدأوا بأي جهة يعني عادي، يمين شمال كده. دخلوا المفتاح في المسمار وتلفوا تلفوا يمين كده، ربط يعني تلفوا جهة اليمين كده. انتوا بتشدوا السير، تمام، هنا وهنا كده كده. انتوا بتشد السير. واهم حاجة يا جماعة تبقوا ظابطين السير في النص، مبقاش جاي شمال اوي او يمين اوي، يبقى مظبوط في النص. يبقى مظبوط في النص ازاي؟ تبقى مثلا يبقى جاي بعيد عن، مش لامس هنا او هنا، يعني تبقى ظابطينه في النص كده كده. السير مظبوط في النص، تمام. اجيبه سنة كده كده، السير مظبوط في النص. بس هو ده كده حل المشكلة، بسيط جدا. ثواني هطلع علشان تأكدوا ان المشكلة كده اتحلت. نطلع دلوقتي هجرب اقف على السير، هتلاقوه عادي بيتحرك، وبمشي بجري عليه عادي مفيش مشكلة اهو زي ما انتم شايفين. وازود السرعة كمان اهو كده زي ما انتم شايفين. لا بس ثواني خليكم معاه، هو عايز يتشد سنة كمان عشان وانا بجري عليه اللي حسيته انه وقف شوية. شدوا سنة كمان كده. انتوا عادي جربوا وشوفوا لحد يبقى يتشد كويس كده. بس كده تمام كده، انا متأكد انه كده السير اتشد كويس. نجرب كده كده تمام. ازود السرعة شوية كده تمام. كده السير اتشد تمام. اتمنى اكون فدتكم وساعدتكم بالفيديو ده. ولو استفدتم من الفيديو ده اضغطوا لايك للفيديو واعملوا مشاركة للفيديو علشان نساعد ناس كتير غيرنا. يا جماعة، ولو عايزين تعرفوا افضل طريقة تنضفوا بيها سير المشاية سيبلكوا الوصف فيديو هتعرفوا منه ازاي تنضفوا سير المشاية افضل طريقة. لو عايزين تعرفوا ازاي تنضفوا سير المشاية ادخلوا في صندوق الوصف واتفرجوا على الفيديو ده. وكل الشكر للاستاذة هديفة عشان هي اللي طلبت ان انزل الفيديو ده على القناة علشان اساعدكم وعلشان هي تعرف المشكلة. اتمنى اكون فدتكم وساعدتكم بالفيديو ده. اشوفكم في فيديو جديد حبايب قلبي. عندكم اجهزة رياضية في البيت بتتمرنوا فتنس كارديو، سبسكرايب للقناة علشان اي فيديو جديد انزله اقدر اساعدكم بيه. سلام.